السنين هذه والانسان في صراع بين واش الارض كرويه ولا مسطحه، وهذا الموضوع خدا واحد الحيز كبير وخلق واحد الجدل كبير. الامر وصل حتى لرجال الدين من مختلف الديانات، سواء الديانات السماويه او الديانات الاخرى. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نطرقوا لهذا الموضوع ونحاولوا نناقشوه باش نتوصلوا لنتيجه مقنعه. السلام عليكم. قبل ما نبداو نتمنى تدعمونا بالاعجاب والاشتراك باش نبقاو نقدموا محتوى زوين. نبداو على بركه الله. في الاول غادي نشارك معكم كيفاش بدات القصه ديالي مع هذا الموضوع ديال واش الارض كرويه ولا مسطحه. والقصه بدات في يوليوز من عام 2018، وبالضبط نهار الجمعه مع 2:30 تاع العشيه. صاحبي ياسين اللي ركب في الطوبيس راجع لدارهم بالصدفه تلاقى مع محمد اللي كان ديجا كيعرفو من ايام الليسي. ملي جلس حداه بقى كيسولو شنو درتي في لافاك والقرايه وهاد المسائل. واحد شويه محمد سول صاحبي ياسين كيف غادي مع الصهد وهو يجاوبو، وقال ليه هاد الاحتباس الحراري تاع كوكب الارض هو السبب في هاد الصهد. هنا محمد نقزو وهو يقول ليه شنو هو الاحتباس الحراري. هادشي غير خزعبلات كيوهموا بنادم بها في التلفازه، واصلا اش من كوكب الارض؟ راه الارض مسطحه وانت راك مازال غلط في بزاف الحوايج. ياسين ما فهم والو وهو يقول ليه واش كتهضر من نيتك؟ واخا نسولك شنو كتقول في داكشي اللي توصلت بين نازا والاقمار الاصطناعيه والوصول لسطح القمر. جاوبو محمد وقال ليه باش عرفتي وصلوا للقمر؟ وشكون قال لك اصلا راه كاينين الاقمار الاصطناعيه؟ كيفاش حتى صوروهم؟ راه كاع داكشي هير مونتاج. ياسين زاد تحمس في هذا الموضوع وقال ليه ممكن هادشي اللي كتقول، ولكن كيفاش قضيه الساتيليت تاع الجي بي اس ياك كلشي مصور من الفوق؟ قال ليه محمد راه هذيك واحد التكنولوجيا اللي حدا السما ديالنا وكتعكس الارض. ياسين ما فهم والو حيت ما عرفش باش يقنعو. هو يسولو قال ليه كيفاش حتى الارض مسطحه وهي في وسط الفضاء؟ قال ليه محمد باللي الارض راه مسطحه وهي فوق واحد الظهر ديال واحد الحوت كبير، ومن تحت داك الحوت الكبير كاين واحد الفكرون، ومن تحت داك الفكرون كاين واحد الثور عنده 7 القرون اللي هازو. هنا ياسين تبلونطا ديال بصح، وملي ما لقى ما يقول سكت. وفي العشيه تلاقيت مع ياسين وسولني واش باقي عاقل على محمد. قلت ليه اللي قرا معنا في السيزيام. قال لي هو هذاك، وهو يعاود لي داكشي اللي وقع بيناتهم. تعجبت، وحيت انا عزيز عليا بحال هادشي بقيت كنفكر بزاف. قلت علاش ما نقلبش؟ بديت البحث ديالي في هذا الموضوع، وفعلا مشيت كنقلب في هادشي، والصدمه انني لقيت واحد الكميه تاع المعلومات اللي كبيره بزاف. بقيت كنقلب تقريبا شي شهر، ومن كثره المعلومات اللي لقيت دخت ووليت في واحد الدوامه اللي كل مره كنزيد نغرق فيها. كنت شويه ونبدا نحماق، وفي الاخر اكتشفت واحد الحل اللي هو تكون مسطحه ولا كرويه ولا مكعبه. انا مالي. داز 3 سنين من ورا داكشي حتى لنص 2022 كنت دخلت كندور في التيك توك حتى بديت كنصادف هذا الموضوع من جديد. في الاول تجاهلته، ولكن من بعد بديت كنقلب وجمعت بزاف المعلومات، وقررت انني نشارك معكم داكشي اللي توصلت به. وكتذكير كاع المعلومات اللي غادي نقولهم حاليا اتلقاو المصادر تاعهم في صندوق الوصف تحت الفيديو. شحال هذا من نهار بدا الانسان كيوعاو داكشي اللي حداه واستقر، بدا كيتامل في الارض. وحيت كان بسيط وكانوا ناس قلال قالوا بلي صافي الارض هي واحد البلاصه كبيره وفيها الجبال والسهول وكيفصلهم محيطات، والارض كتمتد لما لا نهايه. من بعد ما كملوا هذا الاستنتاج البسيط انتقلوا لحاجه اخرى واللي هي الشمس. كيفاش الشمس كتطلع من هذه الجهه اللي هي الشرق وكتغرب في الجهه الاخرى، والغد كذلك نفس الشيء. اذا في الليل فين كتمشي؟ هنا الانسان بدا كيتفلسف كل واحد واش كيقول. من اهم الحوايج اللي كانوا شائعين في ديك الوقت هو ان الشمس ملي كتغرب كتموت، والغد كتولد شمس جديده. والتفسير الثاني اللي كان هو انه كاينه شمس وحده وهي مجروره بواحد الاحصنه سحريه في واحد العربه، وكتبقى تدور على الارض. في الصباح كتكون فوق الارض، وفي الليل كتدوز من تحت الارض. هادشي اللي كانوا معتمدين عليه في ديك الوقت. اذا ملي اعتمدوا على هذا التفسير رجعوا للارض من جديد، وقالوا ملي الارض مسطحه ومعلقه هير في الجو علاش ما كطيحش؟ وحنا عارفين اي حاجه خاصها تكون عندها شي حاجه اخرى اللي هزاها. هادشي اللي كنقولوا راه قبل الاف السنين، ما عارفين لا جاذبيه لا فضاء لا والو. المهم ملي تطرح هذا السؤال تاع الارض ما كطيحش، ناضت الحضاره الهنديه وقدمت تفسير اللي هو ان الارض ما كطيحش حيت كاينين بزاف الافيال كبار اللي هازين الارض، وبطبيعه الحال ضروري كيخرجوا شي نماذج غيسولوا ودوك الافيال علاش واقفين. جاوبوهم باللي دوك الافيال واقفين على واحد الفكرون كبير، ومن جديد ضروري يسولوا داك الفكرون كيفاش قضيته حتى هو. قالوا لهم سهله، راه داك الفكرون كيعوم في واحد المحيط كبير ما عندوش نهايه. وطبيعه الحال كاين اللي اقتنع بهذا التفسير وكاين اللي ما اقتنعش. وهاد النظريه بقات تحتاج الفيلسوف اليوناني انكزاماندر اللي بدا كيتامل في الارض والشمس والنجوم غير وحده، بعيد على هاد النظريات اللي كانوا مطروحين من قبل. هنا انكزاماندر بدا كيتامل النجوم في الليل، وشاف واحد الحاجه غريبه اللي هي كاع النجوم كيتحركوا بشويه الا واحد النجم اللي واضح ولكن ما كيتحركش، وهذا النجم هو اللي عارفينه حاليا بنجم الشمال. من بعد واحد شويه اكتشف باللي النجوم الاخرين كيتحركوا بواحد الشكل دائري ومنظم على داك النجم الشمال. وهنا استنتج باللي الارض دايره بها واحد السما
واللي هي عباره على واحد الكره كبيره كتدور على الارض، والمركز الدوران تاعها هو نجم الشمال، والشمس والقمر حتى هما كيدوروا في نفس الدائره، ولكن في ابعد نقطه في الطرف، يعني في السطح تاع الدائره بواحد الشكل متعاكس، يعني الشمس في جهه والقمر في الجهه المقابله. ملي كتنزل الشمس كيطلع القمر، والعكس كذلك. صافي هادشي اللي كاين زعما؟ طبعا لا، حيت ضروري كيتسلطوا دوك خياتنا اللي فيهم كثره الفهمات وما يبداو يسولوا. والسي الفيلسوف فهمنا هادشي اللي كتقول اذا الارض مسطحه دايره بها واحد الدائره كبيره كتجمع النجوم والشمس والقمر، اذا فين نقدروا نحدوا الارض؟ حيت في ديك الوقت ملي بداو كيقلبوا على النهايه تاع الارض ديما كيصادفوا قدامهم البحر وما كيلقاو والو. ملي سولوا خونا الفيلسوف قال لهم راه الارض كبيره بزاف والكره اللي دايره بها حتى هي كبيره بلا قياس، راه ما نقدروش نحدوها. هنا بنادم اقتنع بهذه النظريه حيت كتبان منطقيه، ولكن بانت مشكله اخرى، حيت بنادم لاحظ باللي القمر كل مره وكيفاش كيبان. هنا خونا الفيلسوف وحلو ما عرفش كيفاش يجاوب على هذا السؤال انطلاقا من ديك النظريه اللي قال. ومن الزهر اللي عنده في ديك الفتره بداو اليونانيين كيطوروا في علم الهندسه تاعهم، وبداو كيدرسوا الحالات تاع القمر، وهما يستنتجوا باللي الشمس والقمر ماشي دائريين كيف ما كنشوفوا، وانما عندهم شكل كروي، وداك الضوء اللي جاي من القمر ما هو الا انعكاس تاع الشمس عليه. هنا بدات كتبان لهم شله افكار، ملي الشمس والقمر شكلهم كروي اذا الارض حتى هي كرويه. ما يمكنش، ماشي ضروري الا كانوا النجوم والاجرام السماويه كرويين اذا حتى الارض راها كرويه. هادشي اللي كان فكر فيه خونا الفيلسوف الكسندر. اذا الا كانت الهضره تاعو صحيحه وان الارض مسطحه، اذا فين ما كان بنادم في الارض غادي يشوف نفس النجوم. ولكن هادشي ما وقعش، حيت الناس اللي كانوا كيسافروا مسافات طويله بين الشمال والجنوب في الليل كيبانوا لهم نجوم في شكل على دوك النجوم اللي كانوا كيشوفوهم اللي كانوا في بلادهم. يعني في الشمال كيبانوا نجوم في شكل، وفي الجنوب كيبانوا نجوم في شكل، وفي بلادهم الاصليه كيبانوا لهم نجوم في شكل. كيفاش هذا البلان؟ اذا سيادنا جريو عند خونا الفيلسوف، ملي قالوا لي هذا الشيء بدا كيفكر واستنتج باللي الارض ما يمكنش تكون مسطحه اذا كرويه. هذا الشيء اللي طاح في بالك ياك؟ ولكن خونا الفيلسوف قال لك لا، حيت هو عرف هذا الشيء غير من الناس اللي سافروا بين الشمال والجنوب فقط. اذا استنتج باللي راه الارض على شكل سيلندر، يعني اسطوانه، وهكا قدر يجاوب على هذا الاستفسار تاع المسافرين. ولكن جاو وحدين اخرين وقال لك الا كانت على شكل سيلندر علاش ما كنزلقوش ونطيحوا من الارض ملي كنمشيو للجنوب؟ بزاف الاسئله عليه علاش الماء اللي كاين في الجنوب ما كيطيحش. هنا خونا قال لهم صافي بارك الله حدينا. من بعد ما تحدوا لخونا الفيلسوف بدا بنادم كيقلب هنا ولهي، ولكن واحد شويه بداو كيلاحظوا واحد الحاجه غريبه، خصوصا الناس اللي كيمشيو للبحر، حيت كانوا كيشوفوا الباخرات قد ما بعدوا كيبانوا لهم بحال الا كيغرقوا حتى كيغبروا بمره. فعلا هما ما كيغرقوش، ولكن داكشي اللي كيبان لبنادم. هنا خوتنا اليونانيين عرفوا باللي داكشي اللي كيشوفوه راه في شكل، حيت في الاصل الا كانت الارض مسطحه اذا راه الا بعدوا عليك الباخرات خاص يبقاو يصغروا حتى يغبروا. ولكن المشكل هو ان الباخرات قد ما بعدات كتصغر، ولكن كتبدا كتبان باللي كتغرق. كيفاش هادشي؟ هنا تفكروا الهضره تاع خونا الفيلسوف وقضيه السيلندر. ولكن كاين واحد الاشكال كبير، وهو ان الباخره كيوقع لها نفس البلان واخا تمشي في اي اتجاه، سواء الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب. هنا بداو كيفكروا باللي هاد الظاهره تاع غرق السفن في كاع الاتجاهات وبنفس الوتيره وبنفس المسافه. اذا الشكل الكروي هو الشكل الوحيد اللي عنده هذه الانحناءات في كاع الاتجاهات، حيت الشكل الكروي هو اللي كيفسر كاع التساؤلات اللي كانوا في ذاك الوقت. السفن اللي كتبان كتغرق، اختلاف النجوم بين الشمال والجنوب. هنا كنستنتجوا باللي الارض راه كرويه. واخا هكا كان بنادم ما مقتنعش كليا بهذا الاستنتاج، وكان خاص ضروري شي دليل اخر، وبقى بنادم كيفكر اكثر. وهنا بنادم لاحظ واحد الحاجه غريبه في القمر، حيت كان كيبان عليه واحد الظل كيغطي واحد شويه كيحيد، وهاد الظاهره هي ظاهره الخسوف اللي كنعرفوا حاليا. وهنا جا خونا ارسطو اللي بدا كيدرس هاد الظاهره، وبدا كيدرس فيها واستنتج انه باش تولي هاد الظاهره خاص تكون الارض والشمس والقمر في خط واحد، كيف ما كيوقع في ظاهره الكسوف. اذا الظل اللي كيبان على القمر هو الظل تاع الارض. من بعد ما تبع داك الظل لقاه باللي راه الشكل ديالو دائري. هنا استنتج خونا ارسطو باللي راه الشكل تاع الارض هو كروي. من بعد هذا الاستنتاج اللي توصل به ارسطو كلشي اقتنع باللي الارض عندها شكل كروي، ولكن علاش كنحسوا بها راها مسطحه؟ اذا هذا كيعني باللي راها كبيره بزاف. هنا بدات رحله اخرى اللي هي شحال المسافه تاع دوره كامله على الارض. وهنا تداروا بزاف التجارب، وكان اخر قياس توصلوا ليه علماء في ذاك الوقت هو بين 18000 ميل و25000
ألف ميل. هادشي راه تكتشف في عام 240 قبل الميلاد، وهذا القياس كان معتمد حتى للقرن الخامس عشر ميلادي، حيث كانت أوروبا عندها علاقات تجارية بينها وبين دول آسيا، وكان خاصها ولا بد أنها تمشي آلاف الكيلومترات من البرتغال حتى للدول الآسيوية. ولكن في ديك الفترة كان المشكل كبير، حيث كانوا كيدوزوا على دول معادية ليهم، وكانوا كيصادفوا بزاف المخاطر باش يدوزوا السلعة ديالهم. هنا قرروا أنهم يقلبوا على شي طريق أخرى سهلة وآمنة، وتوصلوا أنهم يمشيوا من المحيط الأطلسي ويحوطوا على قارة إفريقيا كاملة ويوصلوا للدول الآسيوية. وهادشي تعرض على البحار كريستوف كولومبوس، ولكن ملي عرضوا عليه المخطوطة تاع الطريق جاتو بعيدة بزاف. وهنا طاحت في بالو فكرة، وهي بما أن الأرض كروية إذا ضروري الشرق والغرب غيتلاقاو في شي بلاصة في الكرة الأرضية. وهنا قرر أنه يتوجه جهة الغرب باش يوصل لدول آسيا، حيث أصلا دول آسيا كانوا في أقصى الشرق، إذا الطريق من الغرب غتكون قصر. وفعلا بدات الرحلة تاعو اللي كتكون من 3 سفن تجارية، وكان متوجه ناحية الغرب. على الله تبان ليه شي بلاصة فيها اليابسة، وفعلا قدر يوصل لليابسة واقتنع باللي فعلا وصل للهند. وهو في الأصل وصل غير للجزر قريبة من أمريكا اللي كانوا عامرين بالناس، وبسبب الخطأ اللي وقع فيه كريستوف تسموا عليهم بالهنود الحمر كيف ما كنعرفوا حاليا. ولكن كريستوف بقى مقتنع باللي هذيك البلاصة اللي فيها هو راه هي الهند، حتى مات في عام 1506. يعني السيد اللي اكتشف امريكا ما كانش عارف باللي راه هذيك منطقة اخرى ماشي الهند، ومات وهو ما عارفش باللي هذيك راها امريكا. هنا الاوروبيين لاحظوا باللي الناس في ديك البلاصة في شكل على داكشي اللي كانوا عارفينه على الناس اللي في دول الشرق. هنا عرفوا جوج الحوايج، الاول هو انهم راهم ماشي في دول الشرق، ثانيا عرفوا باللي اكتشفوا قاره اخرى وقرروا انهم يستعمروها. غيبان لكم باللي خرجت على الموضوع، ولكن هير خليك معايا غادي تفهم. من بعد ما الاوروبيين استعمروا ديك البلاصه، قرر واحد البحار اخر يكمل على داكشي اللي كان بداه كريستوف كولومبوس، وقرر انه يكمل الابحار ديالو من جهه الغرب. وهذا الشيء من بعد ما انطلق في الرحله من اسبانيا، حاول يكمل الابحار ديالو، انتقل من المحيط الاطلسي للمحيط الهادي وسموها مضيق ماجلان. المهم خونا ماجلان وصل للفلبين، ولكن تقتل تما في واحد المعركه مع السكان الاصليين. ولكن من ظهرهم انه واحد السفينه قدرت تفلت وتهرب، قدرت ترجع حتى لاسبانيا. وهنا كيكون اول اسطول كيدور على الكره الارضيه دوره كامله، وهذه الرحله توثقات كامله. وهنا تبتو باللي الارض كرويه. واش هادشي كيعني 100% باللي الارض كرويه؟ ما نعرف، حيت مؤخرا بانوا بزاف المقاطع اللي كتبين باللي الارض مسطحه. وهادشي غنشاركو معكم مثلا ان الشمس والقمر كيدوروا متعاكسين، وكذلك الجدار الجليدي اللي كيبان هنا باللي هذا هو الحد اللي توصل ليه الانسان في الابحار ديالو. وكاينين تجارب كتار على ان الماء ما كينحانيش، وهذه التجربه دارها واحد العالم على طول 6 الاميال والماء بقى في نفس الوضع. بزاف حوايج متضادين في هذا الموضوع. اش بان لكم نتوما في هذا الشيء؟ شكون اللي مقنع اكثر، الارض مسطحه ولا كرويه؟ اتمنى يكون المقطع نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بالاعجاب والاشتراك. تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.